بيكم مرة ثانية، وموضوع قضيتنا اليوم في يوم ويوم هي نكسة 5 يونيو، هذه الذكرى الأليمة اللي بيعيشها وبيضطرها كل مصري. لكن هل يا ترى احنا بنعيش روح هذه النكسة في هذه الأيام الشديد الحساسية في مصر؟ في كثير من المشكلات، كثير من حالة الفراغ السياسي اللي بنعيشها، وهل بالفعل فشلت الثورة في تحقيق أهدافها أم ما زالت تتحسس الطريق إلى النجاح؟ كل دي أسئلة هنحاول نطرحها النهاردة على ضيوفنا في البرنامج. الأستاذ ممدوح إسماعيل، المحامي بالنقد والقيادي بحزب الأصالة والنائب السابق في البرلمان. برحب بيك، أهلا بك. وبرحب كمان بالأستاذ فرحات الجنيدي، القيادي بالحزب النصري. برحب بيكم. اهلا بحضراتكم، سعداء بوجودكم معنا في يوم ويوم. والسؤال في الاول للاستاذ ممدوح، خلينا نعرف من حضرتك وصل في هذا الكم من التنافر والمعارضه الشديده والتأييد والمظاهرات ما بين مؤيد ومعارض، هل دي صوره اشبه يعني ما مرينا به بعد نكسة 5 يونيو، ولا يعني المقارنه بهذا الشكل اعتقد انها غير مجديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا يهمني بس بداية في يوم 5 يونيو تحرير المصطلح. المصطلح نكسة 5 يونيو ده مصطلح تم تزييف بالوحي. الحقيقة انها الاصطلاح الحقيقي لا هي هزيمة 67. وهناك فرق بين لفظ هزيمة في المصطلح ولفظ نكسة. النكسة تكون بعد قوة فيحدث انتكاس، لم يكن عندنا قوة فانتكسنا، انما التعبير والاصطلاح الحقيقي لما حدث 67 هو هزيمة. فتزوير المصطلحات بيتم لتزييف الوعي. تزييف الوعي ده أخطر ما مر على الشعب المصري خلال العقود السابقة. حتى الآن ما زال كثير جدا من المثقفين يتكلم عن النكسة رغم أن كل أبجدياتها العسكرية والاقتصادية والمصطلح بتاعها هي هزيمة وليست نكسة، لأن يكون هناك قوة ثم حدث انحدار. حتى وإن كان الحديث عنه من الاستقرار ثم الهبوط، ده المسألة ما كانش فيها هذا اللفظ. هذا اللفظ استخدم لتزييف الوعي، لدرجة أن كثير جدا من الشعب المصري بيكسب. ما زال حتى الآن كنت بيكتبوا نكسة، وهذا المصطلح فيه وصل درجة إتقانه أنه زيف وعي كتير جدا من المثقفين. على أي الأحوال طبعا، سواء كانت نكسة أو هزيمة زي ما حضرتك بتسميها، فهي لا زي ما حضرتك بتقول هنتوقف أنها هزيمة عسكرية. هنتوقف مع حضرتك وتقرير بيرصد لنا هذه الذكرى الأليمة على أي الأحوال طبعا على نفوس كل المصريين، ونرجع نكمل الحوار. يونيو 1967 الزعيم المتوج بشرعية الثورة أطلق العسكر شرارتها، أعلن استعداده للحرب، والعدو تكفل بالباقي، والهزيمة بعد ساعات أضحت حقيقة لا خيال. يونيو 2013 الصيف بدأ مبكرا، ربما ليلاحق بحرارته اشتعال الأوضاع السياسية وسخونة غضب المصريين من كثير من الأوضاع التي انتظروا أن تصلحها الثورة وتعاليها. مياه النيل في خطر، وطوابير السولار قائمة، والأسعار مرتفعة، والمعارضة تصاعد من خطابها ودعوتها لإسقاط نظام. أجواء يراها كثيرون تعبيرا عن فشل الثورة في تحقيق كثير من أهدافها، وممهدة لخطر قادم أو هزيمة محدقة. وبين يونيو 2013 ويونيو 1967 تقوم مقارنات وتنشأ مفارقات. ففي النكسة التي قوضت الحلم الثوري ليوليو 1952 كان العدو واضحا محتشدا على الحدود، وكان المصريون يد واحدة. أما يونيو 2013 فجاء والمصريون فرق شتى، بين معارض للنظام الحاكم داع للتمرد عليه، وبين مؤيد مؤكد أنه نظام حامل كامل للشرعية المنبثقة عن ثورة يناير. في يونيو 1967 سرعان اعترف الزعيم أنه هزم، وأنه على لم الشمل وبناء القوة عزم، فخرجت جموع تعلن تأييدها ودعمها له. أما في يونيو 2013 فاختلاف التقدير واضح بين الحاكم والمحكوم والمعارض. الرئاسة ترى أن الإنجازات تتوالى، بينما المعارضة تشكك والمواطن ينفي. صيف ساخن، سياسة ملتهبة، فصائل متنافسة، فهل هناك نكسة ثورية جديدة في الأفق؟ وزي ما تابعنا مع أستاذ ممدوح قبل ما نخرج للتقرير، لما أسمى أنه اللي حصل في 67 كان هزيمة وليست نكسة، يعني كما يقال إعلاميا
واحنا ما زلنا بنكرر هذا المسمى. لكن خليني اسالك استاذ فرحات القيادي في الحزب الناصري، اذا كان هناك فرق في المسميات ما بين نكسه او هزيمه في عام 67 اللي احنا بنعيشه دلوقتي بعد ثوره 25 يناير، من كل هذه التخبطات ممكن نسميه ايه؟ هزيمه ولا نكسه؟ هو في البداية طبعا يعني أود إن أنا أطلب كده من المشاهدين الأعزاء المسلمين قراءة الفاتحة على روح الزعيم جمال عبد الناصر، والأقباط أن يباركوا روح الزعيم. دي في البداية يعني طبعا في هذا اليوم بالذات. أما الزعيم جمال عبد الناصر بس ولا كل الشهداء اللي سقطوا كمان يعني؟ الزعيم جمال عبد الناصر وكل من كان معه في المعركة، معركة بناء مصر، سواء يعني احنا مرينا بسواء المصطلح استخدمناه كنكسة او هزيمة او بداية، يعني هناك مصطلح اخر وهو بداية، لان هو احداث 5 كانت بداية بالفعل لبناء دولة جديدة، لبناء منظومة جديدة شاملة من كل شيء، من كل شيء. حتى لو كان يعني الجيش المصري في الفترة دي جيش ضعيف وقلنا ان هو مش قوي كما اذا جاز التعبير يعني، لكن هو كانت بداية لتأهيل جيش قوي. لكن يعني البداية كانت بعد الاعتراف بالهزيمة. الاعتراف بالهزيمة ده قوة، ده قوة وإيمان بالشعب، وإيمان بالشعب. نحن نعيش الآن في هزيمة. مش يعني حضرتك طلبت مني مسمى، المسمى الحقيقي للوضع الحالي لا هو هزيمة ولا هو نكسة، نحن نعيش في الفضيحة، فضيحة سياسية، دي الحقيقة. ولكننا لم نعترف بعد. النظام الحالي لا يريد الاعتراف بذلك، لأنه لا يملك القوة ولا يملك المبرر ان هو يطرحه للشعب ويقول انا التزمت الكذا. هو ما عندوش المبرر ده. انا لو عندي مبرر رئيس جمهورية مصر العربية تستقبله وزير الأسيوطي، رئيس جمهورية مصر العربية يتم تحويل مجرى النيل في وجوده، هذا لا يصح. الزعيم جمال عبد الناصر عندما ذهب الى افريقيا يعني الى تقريبا تنزانيا تقريبا، كان في استقباله الرئيس ومجلس الوزراء باكمله والشعب. هذا هو رئيس مصر. مصر التي تقود افريقيا، مصر هي الدولة الكبرى، هي الام. لكن احنا الوضع اللي احنا فيه هنتكلم على سد النهضة ولا هنتكلم على أزمة الكهرباء ولا أزمة السيولة ولا انهيار الاقتصاد. احنا يعني رئيس دولة المفترض ان هو يجمع كل ده. احنا مصر تعرضت لانعكاسات بعد الثورة، لكن جه رئيس شرعي واحنا رحبنا بيه لانه يملك اكبر شرعية على رأس الصندوق يعمل. لكن اين العمل لا يأتي مستشارين اقتصاديين في ظل انهيار اقتصادي. طب خليني بس اخد مداخلة او تعليق بسيط لاستاذ ممدوح، بما ان انت اسميت ما نعيشه لا هو نكسة ولا هزيمة، انت سميته فضيحة. متفق معاه استاذ ممدوح ولا مختلف؟ لا طبعا، هو يعني أبحر في نقاط شتى يعني تختلف عن صلب الموضوع. حقيقة اللي بيحدث الآن هو محاولة هزيمة الثورة، لأن المستفيدين من الاستبداد والطغيان يرون أن نجاح الثورة واستمرار الثورة وتحقيق أهدافها هو محاولة لانحدارهم وتضييع معالمهم في الواقع السياسي. بالتالي بيقاتلون حتى آخر قطرة واحد من أتباعهم من أجل الثبات في مواقفهم والحفاظ على مكتسباتهم واكتسابهم من الطغيان. في كتير جدا من الموجودين الآن في الشكل الديمقراطي اللي تحلم الظهور بيقاتلوا من أجل الحفاظ على مكاسبهم اللي حققوها أيام مبارك، ويعلموا يقينا أن الديمقراطية والحرية التي تعيش مصر الآن وتحقيق أهداف الثورة هو إنهاء وجودهم السياسي. طب بس يعني حضرتك اللي انت اسميتهم اللي كانوا منتفعين ايام مبارك واللي عايزين يحافظوا على هذه الانتفاعات، هل هم المسؤولين عن اللي قالوا استاذ فرحات من مشاكل كثيرة، سد نهضة ومشاكل الكهرباء ومشاكل في الإنارة وارتفاع الأسعار؟ مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، أكثر من 13 سنة بتعاني من مشكلة كبيرة جدا في الكهرباء. المشكلة دي كان بيتم تسكينها عبر التليفونات من الرئيس المصري للسعودية والإمارات وبعض دول الخليج بتسكن هذه المشكلة. المحطات الكهرباء الموجودة في مصر لا تنتج الكم الكبير جدا ميجا وات اللي بتكفي الاستهلاك كبير ل 90 مليون. فبالتالي كان بيتم التسكين بالكم المازوت او الغاز او الاستيراد اللي كان بيتم بطريقه سريعه جدا او توفير العمله الصعبه اللي توفر. حتى وان كان المواطن المصري البسيط كل ما يهمه لانه عنده كهرباء ما يهموش طريقه الكهرباء. المشكله ما كانتش واضحه. احنا بعد ما حدث الانهيار الاقتصادي من بعد الثوره وتم طبع كثير جدا من العمله الورقيه بدون غطاء لا بالعمله الصعبه ولا بالذهب في البنك المركزي يوفر لها قوه في العمله،
انكشف كتير جدا من إشكالية الاحتياط المصري، وانكشف كتير جدا من قوة صلابة الموقف الاقتصادي المصري مع موقف بعض دول الخليج في عدم مساعدة مصر بسبب مشكلة مبارك ومحاكمته. ده عمل نوع من أنواع التضييق الاقتصادي الشديد جدا على توفير الاحتياجات الضرورية للإنسان في مصر. بلا شك أنا بحمل الحكومة إنها لا توفر أو لا تقوم بوضع خطة استراتيجية واضحة في تحقيق الكم البسيط من الاحتياجات زي الكهرباء وزي كذا وكذا. هذا التحميل للحكومة ما بينفيش ان انا برضه لابد انظر للمشكله من ناحيه ان هناك مشكله حقيقيه في مصر الاقتصاديه. هذه المشكله انا كمعارض لابد ان افكر ان انا اقدم البديل. في اشكاليه في المعارضه المصريه انها تنقض بدون تقديم. بس نعترف الاول بالاخطاء. في خطا يعني حضرتك بتقول دلوقتي انه الحكومه عندها خطا انها لا تقوم بتوفير او بعمل خطه استراتيجيه لتوفير الاحتياجات البسيطه المطلوبه الضروريه، يسموها الاحتياجات الضروريه للحياه المصريه. دي حقيقه الحكومه عندها فشل في هذا النقطه، لكن في نفس الوقت المعارضه فاشله انها تقدم اي بديل للحكومه بحيث تفضح هذا الفشل. اللي يحصل في مصر المعارضه صوت عالي اتعودت على نمط المعارضه القديم المتنفس اللي اوجده حسني مبارك في غطاء الكبت، متنفس الضغيط والصخب والصوت العالي فقط. احنا في مصر الان احنا عايزين نحتاج لمرحله بناء، ننتقد، نعارض، نوجه لفشل الحكومه، خطأ الدولة فيما تقوم به، لكن في نفس الوقت احنا محتاجين نبني مصر. مصر مين هيبنيها غير ابنائها يعني. استاذنك خليك معانا على التليفون سيادة اللواء دكتور كمال عامر قائد الجيش الثاني ومدير المخابرات الحربية الأسبق. اهلا بحضرتك سيادة اللواء. اهلا بيك يا اخي. بعد 46 عام على نكسة 67 هل حضرتك شايف انه بعد ثورة يناير هل اثار النكسة ما زالت موجودة ولا لا؟ يعني ده يعني سؤال يعني بعيد شوية، ولكن احنا ممكن نقول الآتي يعني. عايز اوضح لسيادتك ان اولا هذه النكسة كانت مش حرب بمعنى حرب، كانت تربص بمصر بعد ما كانت القيادة السياسية بتاعتها وبعد ما كان الزعيم جمال عبد الناصر بثورة يوليو واجه الاستعمار في مسائل متعددة، سواء في دعم حركات التحرر في الجزائر او في يعني افريقيا او في الدول الاسلامية، او مشاركته في كتلة عدم الانحياز اللي كان بيعتبرها الغرب غير اخلاقية، او دعمه لثورة اليمن ونقله لقوات وصلت لتلت الجيش المصري الى هذه القوات، ثم كان من اساس دعمه او دعوته للقومية العربية، وده كانت بمثابة حاجة تزعج كثيرا الاستعمار، بالاضافة الى وقوفه امام الاحلاف سواء الحلف الاطلنطي او سواء حلف بغداد. كل هذه العوامل بالاضافة الى تسليح الجيش المصري باسلحة شرقية بعد الغرب ما احجم عن تسليح الجيش، بالاضافة الى عوامل متعددة ودخول مصر في عصر علمي، محاولة القيادة المصرية للدخول بمصر في عصر علمي غير مسموح به، زي عصر الصواريخ او المقاتلات القذفة او العصر العلوم السلمية الذرية. فكل ده كان يساوي العمل على تحجيم مصر بعد ما كانت ادائها يعاكس كل توجهات الاستعمار في المنطقة. طب سيادة اللواء، ما نعيشه الآن هل هو نكسة لثورة يناير؟ والله انا عايز اقول لك حاجة، احنا بلاش نقول كده، ولكن علينا نقول يجب ان المجتمع بتجربتنا، لان النكسة دي اعقابها كانت سلطت الضوء للانتصار اكتوبر بايه؟ كيف انتصر الشعب في اكتوبر، عشان اقول لك ان ازاي احنا نعدي باللي احنا فيه دلوقتي. مصر انتصرت في اكتوبر عشان تكاتف الشعب المصري، عشان بقى في توافق وطني، عشان وقف الشعب المصري خلف جيشه. عشان كده انا عايز اقول لك ان اضعف حاجة عندنا الان هو انقسام المجتمع، اضعف حاجة عندنا الان هو الموقف الاقتصادي المتداول ونحن ملهيين عنه في اتجاهات ثانوية اخرى. اضعف من وسائل الضعف او من عوامل الضعف عندنا الان الموقف الامني او الموقف الاقتصادي او الانقسام الداخلي، ويمكن الانقسام هو اسوأ شيء، لان بتكاتف مصر
واجهنا مصاعب كثيرة، واجهنا تحديات كثيرة، واجهنا أزمات كثيرة، وانتصرت مصر لأن كانت كتلة واحدة. طيب بس سيادة اللواء، هذا التكاتف أتى بعد اعتراف من الزعيم عبد الناصر بأنه فشل. ألا تعتقد أن هناك الآن يعني روح الاعتراف بالفشل ليست موجودة على الأقل من النظام؟ يا أختي الفاضلة، عبد الناصر ما قالش ان هو فشل. عبد الناصر كان راجل وطني، ولكن هو اعلن لما النتيجة كانت بعد التربص حققت ما كان يهدف اليه الاستعمار. حب بشجاعة البطل والمناضل والمقاتل ان يتحمل النتائج امام شعبه، وعشان كده شعبه وقف ورفض تخلي الزعيم عن مكانه وأيده. ومن هنا كانت الوقفة صمود مصر وبداية انتصار اكتوبر كانت من 9 يونيو، اللي وقف كل شعب مصر يرفض كلمة الفشل او كلمة الهزيمة ويصر على الانتصار. هذا الاصرار بس لكن هو عذرا بس عند النقطة دي بالتحديد حاج سامعني، يعني عند النقطة دي بالتحديد الحديث عن انه لم تكن هناك معارضة، كل المعارضين كانوا في السجون، وبالتالي المؤيدين هم اللي كانوا واقفين وطلبوا انه لا يستمر ولا يتنحى. فاضل انت يمكن سنك ما كانش مدرك الموضوع ده، انا عايز اقول لسيادتك حاجة. العالم بيدرك، وانا مش بقول لك حاجة عشان انا بجامل، انا بقول لك حقائق للتاريخ. الشعب كل يوم عبد الناصر اعلن خطابه في 9 يونيو عن يتنحى ويتحمل مسؤولية، الشعب كله بدون تخطيط وبدون تنسيق طلع عن بكرة ابيه يرفض الهزيمة ويرفض تخلي عبد الناصر عن مكانه. ليه؟ لان عبد الناصر كان قائد وطني يحب وطنه برغم الاخطاء، انما كان يحب وطنه ويضحي من اجله ويعمل على رفع شأنه. طب سيادة اللواء، أين هي روح عبد الناصر الآن في قادتنا وزعمائنا الموجودين؟ روح عبد الناصر ممكن حضرتك نوجدها، ومش روح عبد الناصر بس، روح كل أبناء مصر. مصر ولادة، مصر أنتجت أو أنجبت العلماء والقادة والمفكرين والفرسان على عبر التاريخ. ومصر العظيمة اللي كانت إمبراطورية بقيادة أحمس في عصر الفراعنة وتحط مصر العظيمة دي، واللي كانت ايضا ايام محمد علي وصل جيشها الى الشام والى البلقان والكلام ده كله. مصر ولادة وتستطيع ان تنجز المعجزات، ولكن بتكاتفها الوطني. التكاتف الوطني، وان احنا انا عايز اقول كل فريق ياخذ خطوة للخلف عشان نحقق هذا التكاتف وهذا الوفاق الوطني الذي ينطلق بمصر. مصر عظيمة بأبنائها، بمبادئها، بتاريخها، بحضارتها، ولو كره الكارهون. بس احنا نتوافق وننسى الذاتية وننسى المصالح الحزبية، وكل فريق يأخذ خطوة للخلف عشان نحقق هذا التوافق وننطلق بمصر إلى الأمام. شكرا جزيلا لك دكتور سيادة اللواء دكتور كمال عامر، القائد الجيش الثاني ومدير المخابرات الحربية الأسبق. نروح عايزين يعني لك تعقيب يعني في بعض الآراء حضرتك مش موافق عليها في الحديث من خلال الدكتور عمرو، هل يعني كان ما يبدو عليك صحيح ولا لا؟ يعني صراحة الكلام فيه تزييف لحقائق كثيرة جدا، حقائق سطرها التاريخ مش أنا اللي جاي أتكلم فيها. هو من منطق كلامه احنا دخلنا حرب اليمن بتلك الجيش المصري في حرب لا طاقة لا ناقة لنا فيها ولا جبل. قتل معظم جنودنا هناك في حرب. أردنا أن نخلع نظام وأن نعين نظام جديد هناك في اليمن بحسب ما نريد وحسب ما يريد النظام المصري. فدخلنا في مسألة داخلية للشعب اليمني تكبدها الجيش المصري وتكبدتها أرواح مصرية، وده عاد بأثر على مين؟ عاد بأثر على الجيش المصري. لذلك 63 لما رجعنا في 65 و 66 الجيش ابتدى يرجع، كان اليهود كانوا مستنيين في 67. اليهود بنتكلم مفيش حاجه في الحروب العسكريه اسمها انه كانوا متربصين بينا ومش متربصين. هي الحرب كده، انا لازم اتربص بيك ولازم اضربك عشان ناخدك على غير عشان اهزمك، وانا لما اجي احاربك اقول لك استعد انا جاي احاربك. حضرتك ده نوع من انواع التزييف في الحقائق اللي حصل برضه في 67. خرجوا علينا قالوا لنا اسقطت 500 طياره، اسقطت مش عارف ايه، اسقطت ايه، كذا 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 كذا. واحنا في نفس الوقت يعني جنودنا كانوا يعني انا لي اقارب بيحكوا لي واخد بال حضرتك ومنهم استاذ ممدوح يعني بيحكوا لي ان هم من شده ما حدث في وقتها كانوا بيحفروا حفر لنفسه يدفن نفسه فيها من شده ضرب الطيران ساعتها
في الضرب والقتل. لحد دلوقتي عندنا جنود مختفين او مفقودين او قدروا اليهود قتلوهم اصل او كذا او كذا. فاحنا هزيمه بكل معاني الهزيمه العسكريه، ولحد دلوقتي مش عايزين نسلم ان احنا هزمنا بسبب افتقاد الاعداد العسكري، بسبب دخولنا في معارك لا طاقه لنا فيها، خرجنا الجيش عن مناطق حمايه الامن القومي المصري وحدوده. ولم استاذ ممدوح، احنا لا نريد ان نعيش ذكرى، احنا نريد ان نستفيد كلام استاذ ممدوح، يعني احنا نريد ان نستفيد من روح حقيقيه في هذه الايام اللي بنعيشها. وانا يعني انا حزين ان هو راجل بهذا المنصب يتكلم في كلام هو عارف ان اسباب الهزيمه كما سطرها اللي شاركوا فيها في 67 وكتبوا قالوا كانت مشكله الجيش كذا وكذا 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 وكذا. طب استاذ فرحات، لانه احنا نريد ان نستفيد من نكسه 5 يونيو 67 في الوضع اللي احنا بنعيشه، احنا لا نريد ان نسلط الضوء على احداث 67 بالاساس يعني من هذا الحوار. حضرتك شايف انه هذا التضليل او هذا التزييف اللي حصل واللي اشار اليه استاذ ممدوح وقتها، هل نحن نعيشه الان؟ طبعا يعني انا اللفظ نفسه وانا رفضه طبعا، تضليل وتزييف. هي كانت المنظومه العالميه عامه للاعلام في الوقت ده كانت بالشكل ده، وده يعني ده الطبيعي ان اي دوله في حاله حرب ان هي كانت ممكن تلجا لنوع من انواع الكذب، يعني هي عايز تكسب دعم الشعب بتاعها. بس انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني انا استفزتني طبعا. اولا في حقائق لازم ننظر لها بوجهه نظر فلسفيه، لان انا والاستاذ ممدوح وحضراتكم لا نعلم شيئا عن الامن القومي، لكن نقرا ونحاول ان نتعلم مما قرانا وان نستفيد من التاريخ. نعم. التاريخ هنا يقول ماذا؟ عبد الناصر عندما دخل اليمن تحت اي مسمى، المد الثوري، ازاله الحكم الموجود، وكل المسميات التي طرحت، هذا للراي العام، لكن الحقيقه اين؟ عندما نجلس وننظر للامر لابد ان نستفيد من هذه الحقيقه. الحقيقه ان عبد الناصر اراد تامين الامن القومي المصري بوجوده في اليمن، لان المستعمر الانجليزي كان موجود بالفعل في اليمن. هذه هي حقيقه ام ليس؟ انا سؤالي الان الوضع اللي احنا بنعيشه، الوضع اللي احنا بنعيشه هو اللي عمله عبد الناصر. لان انا لما جيت انا رحت اليمن امنت مضيق باب المندب، امنت قناه السويس، امنت مصر. لما انا جيت حاربت في 73 انا استفدت من ده، ان انا قفلت مضيق باب المندب، لان انا عندي قوات، لان انا عندي ليا عناصر وليا ولاء داخل جمهوريه اليمن. بالنسبه احنا مش في مجال دفاع او لم ننتصر الا بهذا بالمناسبه احنا مش في مجال دفاع ابدا، او احنا مش في مجال دفاع، او نقد حتى لزعيم واللي عملوا ما زلنا بنعيش في خيره. لكن الفكره انه احنا بنحاول نقارن ما بين الحالتين، نكسه 5 يونيو 67 والوضع الحالي، هو ده اللي احنا عايزين نصل لمقاربات ما بينه، يعني نستفيد مما حدث في هذا الوقت. ماذا فعل بعد النكسه؟ ماذا قدمت دولة عبد الناصر بعد النكسة؟ ماذا قدمت للجيش والمنظومة العسكرية؟ ازاي ان هي قدرت تضرب اسلحة ومدمرة الات وكل العمليات العسكرية، حرب الاستنزاف اللي تمت، ازاي بنى مصانع، ازاي بنى اقتصاد، ازاي بنى دولة كاملة اقوى مما كانت قبل النكسة، ازاي بنى ده؟ هو ده اللي المفروض ان احنا نستفيد منه. النهارده انا استوقفني في الاذاعة وانا في طريقي اليكم تعريض جميل جدا من احد قادة المخابرات السابقين في موضوع سد النهضة. قال لفظ جميل جدا، قال مفتاح الحل الحفار. فكرة بسيطة جدا. لو انا فشلت في كل الوسائل القانونية والدبلوماسية ومش هعمل خيار عسكري، حل بسيط جدا، الحفار. فكرة بسيطة جدا، وهذا كلنا نعرف قصة الحفار. هنا الدولة اللي بتفكر، الدولة مش اللي بتفكر بس، الدولة اللي بتفكر ومعاها ناس بتشتغل بضمير، ناس كل شخص منهم بيخرج من بيته الصبح ويقول انا مسؤول، انا احب هذا الوطن وانا مسؤول عنه. هم دول اللي كانوا موجودين ايام عبد الناصر، ناس بتحب الوطن، مش معارضه كانت في السجون. هو ما كانش فيهم معارضه عشان كده كانت في السجون، كان مجموعه من منتفعين بيصارعوا على اكبر قدر من الغنيمه. يعني انت حضرتك بتقول ان المسؤولين الان لا يحبون هذا الوطن وغير مؤهلين ان هم يكونوا في مكانهم بالفعل. انا عندي دوله تعتقد ايه الا انا عايزه بعد الثوره. يعني انا بالالف به كده، ثوره بلد تقول رغيف عيش، انت قدرت توفر لي رغيف عيش؟ ما حصلش. انت ثوره، وده الطبيعي جدا، اي دوله بعد الثوره في الاف المنظومات العالميه والمحليه واشخاص كانوا في الحكم سابقين هيعملوا تدميرك، وانا اتفق مع الاستاذ ممدوح على هذا وانا اعلم هذا. يعني من الفلول ومن اتباع النظام السابق
ومن منظمات داخل الدولة ومن مؤسسات داخل الدولة والمنظومة الإعلامية كلها يعمل على إفشال الثورة. أنت فين؟ أنت فين عشان تعمل؟ فين الدرع بتاعك؟ فين ان انا اقدر انا النهارده عايز انهض بده؟ مين النهارده يقدر يعمل لي الاطار القانوني اللي انا كسبني بيه مثلا قضيه طبع؟ هجيب محمد شاطر، هجيب استاذ ممدوح. هل الراجل ده مؤهل؟ هل الراجل ده عنده مشروع بالفعل ان هو يطلعنا من الازمه دي؟ اجيبه. لكن المنظومه اللي هي بتحكم مصر دلوقتي ما جابتش العلاقات يعني اتحدث عن نقطه، عن برضه مقارنه بين الاعلام في التوقيت الخاص بالنكسه والاعلام الحالي. البعض بيتهم الاعلام، مش عارف احنا منهم ولا لا يعني، لكن بيتهم الاعلام بانه بيضلل الراي العام وبيخرج باكاذيب. فكره نحن على ابواب تل ابيب، البعض بيفسروا على انه الحرب خدعه ويجب ان لا تعلن كل شيء، والبعض الاخر بيتحدث عن انه نوع من الكذب والتضليل. وايضا الحديث الان حتى الحديث عن سد النهضه وما يعني يعلن على الهواء، هل يجب ان نتحدث بهذا الشكل؟ هل يجب ان يكون التهديد مباشرا ولا يكون مستتر؟ برضه يعني مقارنه في الاعلام، حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ اولا الاعلام المصري والعربي غير منحاز، يعني اصلا يعني ما فيش فكره الوطنيه عنده، دي حقيقه بكل اشكاله. يعني انا على سبيل المثال انت قلت لسه احنا منهم ولا ولا حضرتك منهم؟ لان هي الفكره، دول بيدافعوا عن فكره ومنهج وانت حضرتك بتدافع عن فكره ومنهج. انت بتكلمني عن دوله عبد الناصر او عن يوم الهزيمه بدون ما نستفيد منه، بدون ان انت انا يعني مجرد ان انت تكلف حضرتك 5 دقائق على الانترنت او في كتاب او في جريده قديمه تقرا ماذا استفادت الدوله المصريه ما بعد الهزيمه، ماذا قدمت دوله عبد الناصر وازاي قدرت تنهض ثاني. الحقيقه احنا بقى يعني انا بقول حاجه الحديث عنها الان يا عزيز مؤيد ومعارض. اللغه نفسها استطيع ان اقول لك لفظ الان هو مجامله لك، ونفس اللفظ هو اهانه لحضرتك. ده اللغة التي تتكلم بها او تمثل بها السؤال هي لغة تحمل الكراهية لدولة عبد الناصر، تحمل الكراهية لمشروع نهضة تم بالفعل واستمر بالفعل، واحنا لحد دلوقتي لسه الاستاذ قال ان احنا عايشين في خير، احنا عايشين في خيره، احنا عايشين في خير النكسة. لان انا زي ما قلت لحضرتك لا كانت نكسة او هزيمة، انا لا اتفق لا هي نكسة ولا هزيمة، انا ارى انها هي كانت بداية لنهوض مصر، لإعادة اسم مصر. لقد توقف التاريخ على ذكر اسم مصر وذكر اسم مصر ما بعد نكسة. طب أستاذ ممدوح، ما الذي تركته نكسة أو هزيمة 67 وبتعاني منه ثورة يناير؟ بس هذول حاجات ملحوظة. احنا مش عايشين في خير حد، احنا عايشين في خير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بيرزقنا، ثم الأسباب لكل منا بيعمل، ربنا بيرزقه بأسباب العمل. لا خير لا محمد علي ولا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك ولا محمد مرسي حتى مع احترامي وتقديري، لكن احنا عايشين في خير ربنا وربنا بيرزقه. مفيش حد بيسجل على هذا البلد وهذا الشعب مطلقا، بالعكس كل واحد له حسابه العسير على ما قدم وعلى ما سوف يحاسبه التاريخ عليها يعني. فدي مسألة ومحدش قدم جاب من بيت أبوه وادى للشعب المصري، بالعكس كلهم اقتنوا وثرواتهم كلهم وقتوا السمان من رؤساء كتيرة جدا وقرايبهم ونسايبهم وطفل المعجزة وده حواديت كتيرة جدا اللي عملوا حيتان وبتاع من ثروات الرؤساء السابقين، فخدوا من الدولة ما حدش ادى حد حاجة. فاحنا عايشين في خير ربنا سبحانه وتعالى وربنا اللي سترها. دي ملحوظة تغيير مجرى النيل الأزرق بس كملحوظة هندسية والخبراء الري نفسها، دي مسألة إقليمية خاصة بالبلد بتاع اثيوبيا، وهي تغيير المجرى هي فترة مسألة مؤقتة بتتم الحين بناء السد في مكانه، فمسألة المشكلة كلها في السد. ثم الناس برضو في نقطة غايبة عن كثير من الناس، إن مية النيل اللي تيجي لمصر بتيجي من الرافدين، النيل الأبيض بيجي الأزرق، النيل الأزرق ما بيجيش غير بتلت المية، النيل الأبيض بيجي لنا تلتين المية اللي جاية من بحيرة فيكتوريا. فاحنا مشكلة النيل الأزرق مشكلة صحيح، لكن احنا عندنا النيل الأبيض أخطر منه 1000 مرة حصل بأي مشكلة. 65% من مياه مصر أو أكثر من النيل الأبيض. لا مشكلة سد السد فيها حاجة خطيرة جدا، أن دواعي أسبابه ليس لها أسباب زراعية مطلقا عند اثيوبيا، إن اثيوبيا دولة مطيرة وزراعتها بتقوم على مصر كلها، والنيل منخفض وهي زراعتها بتقوم على الجبال، فمحتاجة المياه الأمطار مش محتاجة المياه الري من النيل مطلقا. فبناء السد نفسه تخطيط استعماري أو استراتيجي عدواني على مصر، فدي مشكلة كبيرة جدا. لكن الإشكالية اللي احنا عندنا في الإعلام المصري إن احنا عايزين نفرض على صاحب القرار ما نريد نحن. أنا أعتقد لو أي واحد في مكان أي مسؤول في مصر لا يمكن أن يصرح بالقرار في أجهزة مسؤولة ينبغي أن تحاسب إذا ما اقدمت على خطوة خاطئة أو اقدمت على خطوة صحيحة نشجعها. إحنا لابد نشجع الأجهزة مؤسسات الدولة بغض النظر إحنا مش أشخاص لمصر على اتخاذ القرار المناسب، لأن ده مشكلة
ومصيبة كبيرة على الأمن القومي المصري. هذا السد ليس له قيمة ضرورية مطلقا لأساسها. الدولة المصرية تقوم بزراعتها على الأمطار، مش زي مصر دولة زراعية بتقوم على نهر النيل. هو موضوع قومية لكن خلينا نكون أكثر تحديدا في موضوع النقاش النهارده لو سمحت لي. ما تركته نكسة يونيو لثورة 25 يناير؟ هو حضرتك الأستاذ وحضرتك سألت سؤال مهم جدا هجاوب حضرتك فيه. اللي بيحصل في مصر الآن من الإعلام، أنا كان ودي أن أنا أجاوب على السؤال ده. الإعلام المصري في أيام 67 كان إعلام موجه، إعلام دولة بالزيف وعي بتضل الوعي، بتحدث الجماهير وتأخذهم إلى اللاوعي ولا إدراك لمسؤولية ما يحدث على الأرض. الإعلام بيحصل دلوقتي مش إعلام دولة، إعلام موجه، إعلام أجندات. كل حسب الممول وحسب الأجندة بيودي الآلة الإعلامية. بس عند النقطة دي بالتحديد هنرجع وحضرتك تستفيد في الحديث فيها. ما أنا هتاخد رأي يعني وقت حفظ الكلام. أنا بشكرك شكرا جزيلا، سعدنا بوجودك الأستاذ فرحات جنيدي القيادي في حزب الناصري. بستأذن كل مشاهدينا الكرام في فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال موضوع حلقتنا. خليكم معنا.